كل سنة وانتوا طيبين. وحش الكون اللي انتوا شايفينه ده هينور سفرتك في رمضان وهيشرفك كمان في العزومات. امال ايه دي بطاية اول يوم رمضان يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم. يلا بينا نعمل بطاية أول يوم رمضان اللي هتجمع الحبايب وحبايب الحبايب، ويلا بينا. اول حاجه هنجيب شويه زبيب وننقعهم كده على جنب، ننزل التسكيره بتاعتهم لان دي اضافه حلوه قوي يا جماعه في حشويه البطه من جوه، في حشو البطه اللي فيه رز كده بالكبد. الزبيب بيدي طعم حلو قوي، فهنعمل كده ونركنها. بعد كده يا ستي هنجيب الصنفره. صنفره، ايوه، هنصنفر البطه صنفره محترمه. هنجيب دقيق ونحط عليه ملح ونجهزه كده كله، نقلبه في قلب بعضه عشان دي هتبقى الصنفره اللي هندعك بيها البطايه كويس قوي. اهم حاجه عندي ان البطه تكون ناشفه جدا، ما يكونش فيها ميه عشان الدقيق ما يعجنش. بعد كده تجيبي بقى الدقيق ناشف وجلد البطه ناشف، واديها فرك فرك بقى وصنفره فعلا بمعنى كلمه صنفره، الجناحين والوراك وقلب البطه من جوه. كمان الصنفره دي يا جماعه لو في اي ريش صغير او كبير، كل ما اي ريش موجود الصنفره دي بتروح شدها على طول ومن غير تعب ولا وجع قلب، وبتخلي لك لون البطايه ابيض فل شمعه منوره. وبعد كده هنجيب محلول النقع، ميه بحط فيها نص كوبايه ملح، نص كوبايه سكر، نص كوبايه خل، ليمونتين مقطعاهم كده نص عصره وبحطهم كمان في الميه، وبدوب كل حاجه. بغسل بقى البطايه كويس قوي من صنفره الدقيق وبحطها في منقوع في محلول النقع على الصدر، علشان الصدر يطرى جدا، انسجه الصدر تبقى طريه جدا معاكي وبتقطم كده بنعوميه ما شاء الله. هاتي بصلتين مبشورين، حطي عليهم ملح وفلفل اسود وزودي الفلفل الاسود شويه، ونص ليمونه معصوره، ودعاكي البصل كويس قوي لغايه ما يتشرب التتبيله الحلوه دي. دي بقى اللي هندعك بيها البطايه، بمعنى اصح هنحيق بيها البطه، نحيق الجلد من بره. بصوا لونها عامل ازاي. استني، ما كنتش عايزاكي تحطي البصل دلوقتي، كنت عايزه اوري حبايبي البطايه قد ايه لونها ابيض شاي، اللهم بارك. الحمار اللي في الجلد ده من محلول النقع، يعني دي بالظبط دي بياض وحمار وحلاوه يا بطايه الشكل ده ما شاء الله عليها. شوفوا شكلها عامل ازاي، عسل، الله اكبر. بعد كده بقى اركنها شويه بالتتبيله دي. بصوا التتبيله بره وجوه والقلب وفي كل حته والجناحات وكله، خليها كده تبقى متحيقه وريحتها حلوه. وعلى فكره تقدري تعملي كده وتشيليها في كيس في الفريزر، تطلعيها على الاستخدام على طول. هنجيب بقى حله على النار، وانتوا عارفين انا دلوقتي بستخدم نايس كوكر على طول، وخصوصا اللون الاسود. هنحط معلقه كده كبيره سمنه وممكن زبدة، وبعدين هنزل ببصلة واديها كده تشويحة خفيفة خالص، وبعدين ازود شوية زيت. بخلي بس البصلة تشرب ريحة السمنة والزبدة الاول، وبعدين اروح حاطة شوية زيت عشان الرز معايا يطلع مفلفل، الحشوة تطلع مفلفلة كده وزي العسل يا جماعة، او بالشكل ده. وبعدين هجيب قرن فلفل حامي او بارد احمر، على فكرة لو حامي ما بيبقاش حراق بس بيدي ريحة حلوة، واحطه على البصلة مع فصين توم. قلبي بقى ويا الله على الريح اللي طالعه وانا بعملها، كل الريح واللي جاي ريحه ايه الحلوه دي. اقول لهم ده انا بدلع بطايه اول يوم رمضان. بعد كده كان عندي نص كيلو كبده فراخ، قطعتها مكعبات صغيره، وممكن تعملي كده في كبده البطه نفسها، وممكن لحمه مفرومه، وعلى فكره ممكن من غير حاجه خالص. وبحط بقى كل التوابل اللي عندي في المطبخ. بصوا انا حطيت ايه، ملح وفلفل اسود، كمون وكزبره، وحطيت كمان السبع بهارات وقرفه. اهم حاجه القرفه، القرفه هنا بزودها، والفلفل الاسود كمان بزوده. الفلفل الاسود في الحشوه بتاعتنا دي كل ما زاد ادى طعم حلو. بعد كده هنجيب الزبيب بقى نصفيه من ميه النقع ونحطه على الكبده بعد ما لونها غير كده بالشكل ده، واقلب كده كله في بعضه كويس. شوفوا لونها بني وجميل ازاي. ونجيب الرز. ايه ده يا هلا، ده انت عامله رز كتير قوي. ايوه انا عامله 2 كيلو رز. ليه ده انت هتحشي البطه بس؟ لا يا جماعه، هنحشي البطايه وكمان هنعمل سيرفيس رز محترم، نفرش الرز تحت البطايه. امال ايه، ده سيرفيس اول يوم رمضان يا جماعه، يعني العزومات كلها. قلبي بقى كويس الرز كده بالخلطه، بيدي اللون البني الحلو ده. وعلى فكره الاضاءه ظلماه، ده لونه على الحقيقه بني جميل. وبحط الميه العقد العادي جدا بتاعت
تسوية الرز. ايه ده؟ طب ازاي هتسويه عادي؟ ايوه، في مرحلة معينة هقول لكم عليها، هناخد منها للبطة ونسيب الباقي يستوي على نار هادية خالص، تسوية الرز العادية. بصوا زودت شوية ملح، وهنقلب بقى كده كويس بالشكل ده، وبعدين اغطي الحله واسيبه يتشرب على نار ايه ازيد من المتوسطه شويه، عادي كانك بتسوي رز كده. دلوقتي هو شرب ميته ولسه ما وطيتش النار، بس لسه ني. ده بقى اللي بيقولوا عليه ايه 3/4 تسويه. بجيب شوكة واقلب كده بالشكل ده، وهاخد في المرحلة دي شوية في طبق على قد حشوة البطة، والباقي هوطي عليه النار خالص واسيبه يكمل سواه زي الرز العادي. اهي بص تقليبه بالشوكة كده، ونسيبه بقى يكمل سواه. الحشوة سبتها بردت، ما تحطيهاش جوه البطة سخنة. اول ما بتبرد بروح بقى حطها في قلب البطه، زق الرز كده لغايه الحرف، لغايه عند الرقبه كده، عشان البطه تبقى مليانه رز من جوه، وكمان ده بيزود حجم البطايه بقى، عشان كده بقول لكم عليها وحش الكون ما شاء الله. بس هنحط بقى كده الحشوه، بس اهم حاجه عندي في اخر البطايه لازم اسيب فراغ، عشان الرز لسه هيكمل سواه، فهيحتاج مساحه انه يستوي كويس وينفش معايا زي ما هوريكم كده دلوقتي. حتى لما هاجي اقفل الوراك بقفلها على ما فيش، ما بضغطش عليها قوي. او بصوا شايفين الفراغ ده؟ بس هنقفل الوراك على ما فيش بخيط كده، وكمان بورقة فويل، يعني مش هربط جامد واضغط كده، لا خالص خالص، علشان الرز ياخد راحته. الرز لو اتضغط جامد مش هيستوي، هتبص تلاقيه حاجة اسمها محصلم، يعني ناشف كده جوه البطاية لا قدر الله، يعني مش هينفع طبعا خالص. ده احنا عزومة يعني يا جماعة، انا بعمل لك حاجة تشرفك. ان شاء الله السيرفيس ده هيشرفك جدا جدا، وهتدعوا لي دعوة من القلب بإذن الله. ادي ورقة فويل بحطها على الكعبين بتاعت الوراك برضو على ما فيش، ونجيب بقى الصينية اللي هنسوي فيها وحش الكون بتاعنا ده ما شاء الله. صينية فرن كده، وهقطع فيها شرايح بصل وشرايح طماطم، وبنزل بالبطاية وبقية الخلطة بتاعتها اللي نازلة منها، برضو بحيق بيها البطة كويس قوي كده يا جماعة. البطاية تطلع محيقة سواء من جوه من بره، حتى الجلد نفسه. وبجيب معلقتين زيت وبحط عليهم معلقة صغيرة صلصة، وبدوبهم بالشكل ده، وهدعك البطاية بيهم بإيدي مش بفرشة. الفرشة بتعمل علامات وخطوط كده على البطاية، لكن بإيدك بتخلي البطاية كلها تحمر، فكلها تاخد لون واحد في منتهى الجمال. بصي فضلت أدعك فيها قد إيه لغاية ما كل البطاية احمرت. بعد كده اتفاجئت للأسف إن ما عنديش ورق زبدة، وأنا بصور بقى لقيته خلص، فاضطريت إن أنا أغطي بورق ألمونيوم على طول. انت لو عندك ورق زبدة حطيه عازل طبعا افضل وصحي اكتر يعني. اهم حاجة يا جماعة في الموضوع زبدة فويل غطا ايا كان، لازم تتكتم كويس عشان البخار يتكتم جواه ويسوي البطاية ويخلي لحمتها زبدة على نار عالية. وبعد كده بوطي النار، بتاخد ساعة في الفرن بالظبط تطلع لك بالجمال ده. شوفوا الجمال والحلاوة، مفيش بعد كده ولا قبل كده. بصوا انا اهو ظهرت في السيرفيس اهو من حبي في السيرفيس. يلا بقى نغرف الرز بتاعنا. شوفوا اللون جميل، وحتت الكبده باينه فيه ازاي، والزبيب كمان باين، ومش مدي التسكيره القويه قوي، لا مدي طعم كده جوه الحشو حلو. يا سلام بقى لو عندك كمان مكسرات، عيشي عيشي اول يوم رمضان ان شاء الله. بصوا كده نظبط السيرفيس، وجبت طماطمتين قطعتهم كده حتت صغيره، ورشيت عليهم ملح وفلفل، بحب احطهم كده على حرف السيرفيس. عايزه اقول لكم يا جماعه ان السيرفيس ده انا مشهوره بيه كل سنه، يعني فين وحش الكون بتاع الشيف هالة. ادي السيرفيس بتاعنا. بصوا الرز بقى بفرده كده ازاي، وبعدين نجيب البطايه من الصينيه بتاعتها ونحطها كده، طبعا لا لازقه ولا حاجه لان احنا حاطين تحتيها شرايح بصل وطماطم. رشه بقدونس حلوه بتدي ريحه حلوه وتكسر اللون، مع ان اللون مش محتاج يتكسر والله خالص. ونحط الطماطم بقى بالشكل ده كله، وتعالوا نشوف في النهايه السيرفيس بتاعنا عامل ازاي. بصوا المنظر والجمال، شايفين الحلاوه؟ ها سيرفيس وحش الكون ولا لا؟ اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم وصفات حلوه قوي جايه الايام اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين، ومع البطايه بتاعتي فتره دي.